العشاء الحلو ده اسمه بخاري رز مع الفراخ. طريقة سعودية خليجية سهلة جدا، أي حد يقدر يعملها في البيت طبعا. شكلها لوحده يجوع. المكونات بتاعتها عند أي حد، هو بس الرز اللي مش موجود، ممكن يكون مش موجود في البيت. أول حاجة في الزيت أحط جزرة مبشورة زي ما انتوا شايفين كده، أحمرها لحد ما تدبل. بعد كده أطلعها أحطها على جنب، تيجي أحطها على الوش في الآخر زي تزيين كده. عندي بصلة أقطعها شرايح رفيعة لحد لون اصفر كده، وبعد كده احط قرفة خشب وحبيتين هيل. لما البصل يتحمر شوية هنزل بحباية طماطم محصورة في الخلاط ومعلقتين صلصة. البهارات عندي ملح، فلفل اسود، كمون، كزبرة، بودرة ثوم. في فرخة عندي غسلها كويس مقطعها قطع، هنزل بيها في الصلصة بعد ما زودت شوية مية وظبطت الملح بتاعها. هحط الفرخة بالظبط 25 دقيقة أو 20 دقيقة لحد ما تستوي. بعد كده هطلعها احطهم في صينية، والفرخة هدخلها الفرن وانا ناقع الرز لمدة 20 دقيقة. رز الوليمة اللي هو الحبة الطويلة. خلاص الفراخ دي هدخلها الفرن، تاخد لها بالظبط 20 دقيقة سوا وهي مستوية تعتبر. هنزل بالرز وهظبط المية بتاعته، ممكن محتاج تزود شوية مية، يعني هو بيبقى نص سنتي فوق الرز، أو لكل كوباية رز كوباية مية. أنا بس هزود شوية مية صغيرة خالص، الرز مش هياخد وقت كتير. وهنزل بس بقرن فلفل على الوش كده بيدي طعم وشكله يعني برضه. وهنزل بعد ما المية اتشربت كده هنزل بالجزر على الوش، واكتمها كويس لمدة 20 دقيقة على نار هادية خالص. بعد كده طلعت زي ما انتوا شايفين الفراخ اهو، والرز اهو. الرز طبعا اللي هو مفلفل نسري جدا، يعني حباية وحباية، مفيش مش معجون، مفيش حباية لازقة في التانية، مفيش حباية متكسرة. مفيش حباية متكسرة، انا ما قلبتوش كتير اهو زي ما انتوا شايفين كده، كل حباية لوحدها. ده عشان اهم حاجة ما نقلبش الرز كتير وهو وقت الطبخ عشان ما يتكسرش. ويا رب يكون البخار النهاردة عجب والطريقة تكون سهلة ومبسطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.